قصة عادل إمام، فنان عادل إمام مع ولده معك أنت. عادل إمام شخصية أولا يعني ربنا يديله بركة العمر والصحة ويديله بركة العمر. آمين. هو أشهد له الحقيقة بحاجة خبيئة يمكن كتير ناس ما يعرفوهاش، أن عادل كان وما زال بار جدا بأبويه. الله من أجمل الصفات اللي فيه. وفيها العمر هذا؟ يعني في العمر ده وكان برا بأبويه. الله جدا. شفت ده بعيني مع والده رحمة الله عليه. رحمة الله. يعني لما ابنه لما جاء العمره كده وبتاع فقال لي خلي بالك من محمد، وحتى عصام امام اخوه احنا على تواصل مع بعض دايما الى يا سلام يا سلام. ايش قال لك؟ قال لك انتبه خد بالك لمحمد. ومحمد ايش سوى؟ لما قدام الكعبه يدعي لابوه. الله. يدعي لوالده. والله كان محمد في العمره يتوجه لله سبحانه وتعالى ويدعي لوالده الله ببركه العمر والصحه. الله. والدته طبعا عشان ما تزعلش. طبعا الله يطول اعمارهم وعمرك وعمر المشاهدين والمشاهدات، ان شاء الله على خير وسعاده وراحه بال واطمئنان. امين.